السادة النقاشين والصناعية الأفاضل المحترفين، نوعية الفيديوهات اللي أنا بعملها دي مفيش نقاش أو كهربائي أو بتاع جيبسون بورد شاطر وعنده ضمير هيزعل من الكلام اللي أنا بقوله. بالعكس، لأن أنا كمهندس وانتوا كمقاولين وصناعية وفنيين بتعانوا من اللي أنا هقوله ده. اللي مسك رولة في شقتين بقى نقاش، واللي مسك بنسة في شقتين بقى كهربائي، واللي فرد 2 متر محاره بقى مبيض محاره. بقى كل شاب يشتغل له شهرين في صنعه يقول لك انا بقيت صنايعي، ويقول اي سعر من غير ما يعرف الشغل بياخد وقت قد ايه، والدنيا غليت ازاي، والمواصلات بقت بكام، والشغل المظبوط هياخد مجهود ووقت قد ايه. فبقى بيضرب اسعاره وخلاص. حتى ده موجود عندنا في شغلنا كمهندسين، وده بقى عامل لي وعامل لكم مشكله. انك لما بتكلم الزبون في السعر المظبوط بيقول لك لا، انا عندي سعر اقل منك يمكن النص. واحنا شبعنا مهاتيه بينا وبين بعض كمهندسين وصناعيه. فسلسله الفيديوهات دي انا بنور فيها صاحب الشأن اللي هو الزبون صاحب الوحده، انه اطلب كذا وكذا 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 قبل ما تسأل على السعر، عشان لو اللي قدامك فاكرك مش فاهم وهيعمل لك اي حاجه وخلاص، فانت تعرفه انك فاهم. هيطلع واحد دلوقتي يسألني سؤال، طب انت مستفيد ايه من اللي انت بتعمله ده؟ اقسم بالله العظيم استفادتي الوحيدة انه علم ينتفع به. كلنا مقصرين في حاجات كتير، فلو هعمل محتوى انا بحبه وبينفع ناس فانا معتبرها حاجه لله. ولما بعمل حاجه زي دي اقسم بالله العظيم 3 ربنا بيبعت لي الشغل من عنده، وملوش علاقه خالص 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 باي حد بيشوفني دلوقتي في الفيديو او هيكلمني عن طريق السوشيال ميديا. فانت كمان لو في ايدك معلومه وعايز تنور بيها الناس نورهم، والله هيقعد لك. واخيرا انا دايما بقول ان عمدان شركتي هي الصنايعيه الشطار. العمود ده نقاش، والعمود ده كهربائي، العمود ده بتاع رخام، العمود ده بتاع جيبسون بورد، فتح شويه كده، العمود ده السباك. هما اللي شايليني. مفيش مهندس شاطر غير ومعاه ستاف صناعيه هما عمدان شطارته. كل الاحترام والتقدير للصناعيه، والسلام عليكم ورحمه الله.